السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم بفيديو جديد. اليوم ان شاء الله مثل ما تشوفون حنسوي كيك. اكيد اشتاقيتوا الكيكاتي لان صار هواية ما منزله كيك، يعني تقريبا طول شهر رمضان احنا ما سوينا كيك، واني كلش احب اسوي الكيك. فاليوم ان شاء الله كيكتنا هي كيكة عادية اللي نسويها ويا الشاي، بس نغلفها بالسمسم. كلش سهلة وبسيطة. هسه ان شاء الله نبدي بالفيديو، ونبدي اول شي بالمكونات. المكونات الكيكة عندي كوبين ونص طحين، وعندي نص كوب سمسم اني حمصته شوية، نص كوب لبن، الزبادي يكون بحرارة المطبخ، عندي 3 بيضات همين بحرارة المطبخ، 3 بيضات كبار، نص كوب زيت، كوب مي، كوب ونص سكر، او ممكن تقللون كمية السكر حسب الرغبة او تكثروها. عندي ظرفين فانيلا، ملعقة كبيرة بيكنج باودر، ورشة ملح، يعني تقريبا 1 غرام. وعندي هنا أول شي قبل لا أبدي الشغل بالكيكة أحضر القالب، أبدي أدهنه بالسمنة. هاي الخطوة كلش ضرورية، يعني لازم إحنا نبدي بيها قبل لا نشتغل بالكيكة، حتى مباشرة ورا من نخلط الكيكة نصبها بالقالب. يعني كلش ضروري إنه إحنا نحمي الفرن ونجهز القالب ندهنه ونبطنه بالطحين أو السمسم قبل لا نحضر الكيك، حتى مباشرة تكون خطواتنا كلها سهلة وكل شي جاهز عندنا. فهنا مثل ما تلاحظون أنا هنا بعد ما دهنت القالب وزعت بيه كل كمية السمسم هاي اللي هي نص كوب. أنا حمصته شوي يعني مرته يكون ني، وزعته بهذا الشكل بالقالب. بعدين تخلصت من الزايد. هنا بديت أحضر أول شي الطحين. أنخل بالبداية هذا كوب من الطحين، أنا عندي هنا استعملت قياس النص كوب، شفتوني خليت مرتين يعني هذا كوب، وهنا همين أخلي كوب. هذا الكوب الثاني من الطحين. بيكون الطحين عندكم متعدد الاستعمالات. ضفت لي ملعقة كبيرة من البيكنج باودر، وأنخل هنا نص كوب. هاي هنا خليت أني كوبين ونص من الطحين. نخلطهم. المكونات السائلة هنا أخلطها بالخلاط. حضرت الخلاط تكون أسهل. خليت بالبداية المي، وهنا كمية السكر، وأضيف البيض، ونضيف وياهم نص كوب اللبن، وأكيد لازم نخلي الفانيلا أو أي نكهة أنتوا تحبوها. أنا خليت هنا ظرفين من الفانيلا، وهنا نص كوب الزيت، ورشة الملح ما ننساها بالحلويات، رشة هيك كلش بسيطة. أخذه وأخلطه زين إلى أن يصير بهذا الشكل، لونه فاتح وبيه رغوة. هنا ضفته على المكونات الجافة، وأبدي أخلط هاي المكونات إلى أن يختفي عندنا الطحين وتتجانس عندنا المكونات، ويصير خليط واحد ما بيه أي كتل. لاحظوا شلون صار الخليط، وهمين هذا القوام مالته وسط، يعني لا كلش ثقيل ولا خفيف. مباشرة أبدي أوزعه بالقالب اللي حضرناه. ممكن تستعملون أي قالب، يعني مو شرط اللي يكون بهذا الشكل. ومثل ما قلنا لازم يكون عندنا الفرن حامي على حرارة 180 درجة، نشتغل بالبداية بس من جوا. ندخل الكيكة، وبعدين ورا ما نشوفها علت وطلعت ريحتها نشغل عليها من فوق إلى أن تاخذ لون. أخذت طبعا عندي هنا 45 دقيقة وطلعت بهذا الشكل مثل ما شفتوا. إذا حابين ممكن همين توزعون سمسم على الوجه، بس إحنا حنقلبها فما يحتاج نخلي سمسم على وجه الكيكة. ومثل ما شفتوا الكيكة أبدا ما لازقة بالقالب، وهذا هو شكلها، وريحتها همين كلش حلوة لأنه إحنا خلينا لها سمسم. شوفوها شلون هشة وخفيفة. هي مقادير كيكة عادية، بس مجرد إحنا غلفناها بالسمسم وصارت اسمها كيكة السمسم. ومثل كل مرة لازم تتركوها تبرد. أنا هنا قصت لكم إياها وهي حارة، وشوفوها يعني رغم هي حارة أبدا ما تفتتت عندنا، لأن مقاديرها كلش مضبوطة. طبعا تجنن، أنصحكم تسووها، وحتى كلش بيضة من الداخل. شوفوها مكوناتها مضبوطة. إذا تحبون ممكن تسووها ويا الشاي أو ويا القهوة الشوكولاتية اللي سويت لكم إياها قبل الفيديو هذا. روح شوفوها إذا ما شايفيها لحد الآن. أتمنى تكون عجبتكم كيكتنا لهذا اليوم وتجربوها، وألتقيكم بالفيديو القادم إن شاء الله. مع ألف سلامة.